حد بس جايب انت كنيسة وجامع، سيد بلال وخالد سعيد ومينا وجرجس. السنة اللي فاتت قبل الوقت ده بالظبط بساعة كان في تفجيرات هنا، كانت في عربيات، كانت في أشلاء. الدم اللي كان على الأرض دي كان دم مصري، الدم كان دم مصري. مش هتبقى في نهضة في مصر غير لما احنا المصريين نتبنى الفكرة دي. مش هيكون في نهضة في مصر غير لما احنا الشباب المصري نتبنى الفكرة دي. جينا النهاردة وصورنا داخل الكنيسة من جوه، صورنا مع القس، صورنا مع القمص، وقلنا ان النهضة هتبدأ لما المسلم والمسيحي يكونوا ايد واحدة. يلا بينا نشتغل بجد. السنة دي 2012، احنا في اول ساعة من سنة 2012. عايزين كلنا نجدد النية ان النهضة هتبدأ لما احنا من جوانا نبدأ نقتنع بيها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير من نفسك وابدأ معانا في نهضتنا. النهاردة احنا واقفين قدام كنيسة القديسين بالظبط سيدي بشر الساعة 12 الا ربع. في نفس الوقت ده السنة اللي فاتت كنا بنطفي الحريقة هنا. عايزين نقول رسالة لكل العالم ان احنا مصريين كلنا ايد واحدة. هدفنا ان مصر فوق كل شيء. عايزين نقول للعالم كله ان في حد بيحاول يزرع الفتنة ما بيننا. احنا مصريين ضد الفتنة. معانا دلوقتي الاستاذ محب ماسك العلاقات العامة في كنيسة القديسين، هيقول لنا كلمة بخصوص ان انا كمسلم، وفي ناس كتير شايفين هنا معانا، ممكن الكاميرا تجيب توضح الموضوع ده. جايين نقول للمسلمين ونصارى مصر ان احنا ايد واحدة. اهلا بحضرتك استاذ محب. اهلا بيك. احنا النهارده ليله راس السنه، واحنا في الايام دي اتعودنا نحتفل باعياد راس السنه واعياد الميلاد، بس السنه دي في عيد جديد اتضم لنا اللي هو عيد استشهاد شهداء كنيسه القديسين. فانتوا النهارده في ليله عيد جديد اتضم للكنيسه القبطيه، والعيد دوت موحد الناس كلها زي ما انت بتتكلم كده بتقول الوحده. ففي مسيحيين وفي مسلمين، كل دولت متوحدين دلوقتي، عشان هم حابين ان اللحظه دي نكون كلنا ايدينا في ايد بعض. انا منسق حركه الوحده المصريه، وهدفنا كله الوحده المصريه، مش بين المسيحي والمسلم، بين الشيوخ والشباب، بين الرجل والمراه، بين المسيحي والمسلم، بين الاخ واخوه. لو وصلنا للوحده المصريه بلدنا هتكون احسن بلد. ان احنا نقبل التعايش المشترك وقبول الاخر. واحنا النهارده جه سياده المحافظ عايد علينا وبنقبل تعييده وبنهنيه وبنشكره، سياده مدير الامن، شخصيات عديده، العديد من النواب، حقيقي رجال الجيش اللي واقفين معانا. احنا حاسين بوحده النهارده، حاسين ناس كتير جايه بتقول لي انا بحبك وواقفه معاك وجايه بساعدك. محافظ، مدير امن، نواب، شعب، ناس بسيطه زي الناس اللي حوالينا دولت، كلهم جايين يهنونا، وهي دي الوحده المصريه النهارده. اتفقنا ان مش هتكون في نهضه في مصر غير لما يكون في وحده وطنيه ما بين مسلمين ونصارى مصر. تحب تقول ايه بمناسبه ان احنا هنتفق ان 2012 هتكون السنه الجديده لينا كمصريين ان احنا نبدا ننهض ببلدنا؟ حقيقي انا عايز اقول نحط ايدينا في ايد بعض، عايز اقول ان احنا واحد، ايدي وايدك هنبني، لكن ايدي لو اتخانقت مع ايدك مش هنفضل نبني، هنفضل الخناق، هنفضل الشجار، هنفضل نموت بعض، هنفضل قنابل زي القديسين، هنفضل نخسر بشر بينا ممكن يبنوا زي ال20 اللي راحوا السنه اللي فاتت، زي النهارده في كنيسه القديسين، وزي اللي بيروحوا كل يوم. النهضه تيجي بالحب، نعامل بعض بالحسنى، عشان لو شاء ربك لوحد الدنيا، لكن هو ربنا حابب ان احنا نتنوع عشان نتحد، واحنا متنوعين فنبني وننهض ببلدنا اللي احنا بنحبها، واللي احنا بنعمل كل ده عشانها، واللي احنا عمالين نجري ونقف ونعمل لقاءات ومش قادرين نقف دلوقتي في اللي انتوا شايفينه في وسط حب الناس دي كلها. هي دي نهضة مصر لو حطينا ايدينا في ايد بعض وبقينا في وحدة مصرية. جينا النهارده ومعانا مسلمين. انا عايز اعرف في حد هنا مسلم؟ انا مسلم. طيب احنا هنستضيف حد معانا هنا مسلم. عايزين نقول للرساله لمصر كلها ان احنا مش جايين نتكلم،
نهضة مصر مش هتكون او هتبدأ غير لما احنا المصريين كلنا نبقى ايد واحدة ضد اي حد عايز يفرقنا. في اي حد بيتكلم، في ناس كتير بتتكلم معانا بتقول لنا انتوا مسلمين، ايه اللي جابكم النهارده هنا؟ المفروض ان انتوا ما تكونش موجودين في مكان زي ده. احنا بنرفض ده، احنا بنرفض ده. احنا جايين نقول ان احنا جايين النهارده نبارك لهم احتفالا بعيدهم. ممكن اكون انا عندي كعقيده اسلاميه مش بحتفل بيه، بس ان انا ابارك له. عايزين ناخد اي حد مسلم يقول لاي حد. طيب بص معانا الاستاذ رمضان عايز يقول كلمه للاستاذ محب ان هو مسلم وجاي النهارده يبارك له وبعيده. انا بقول للاستاذ محب كل سنه وانت طيب، وبقول لكل المسيحيين الموجودين كل سنه وانتم طيبين. انتوا بتعيدوا في عيدنا واحنا بنعيدوا في عيدكم. احنا جايين النهارده لو عملنا احصائيه على الناس اللي واقفه ديت هنلاقي المسلمين اكتر من المسيحيين. جايين نهنيهم وجايين نحميهم، مش من المسيحيين ولا من المسلمين، جايين نحميهم من الداخليه. لان حصل قبل كده السنه اللي فاتت عرفنا القصه كلها بتاعت الكنيسه مين اللي عملها. فاحنا شعب عايز استقرار، شعب عايز يعيش، شعب عايز شغل، شعب عايز علاج، شعب عايز عيش. فاحنا عايزين ننهض ببلدنا. احنا بنحب البلد، عايزين حكومه تحبنا، احنا عايزين حكومه تحب البلد زينا، عايزين حكومه تكون صالحه، عايزين تكون حكومه تتقي الله فينا. انا حزين على خالد غرابه، على اللي حصل منه. انا حزين لان هو في الاول وفي الاخر ايه اللي حصل منه؟ حصل منه ان هو جه في وقت مش مناسب جدا، لان الناس شايله من الاحداث اللي عملها حبيب العدلي. فهو طبعا من ضمن الداخليه، الناس شايله من الداخليه. لما جه هو اللي عمله بالمحل احداث كتيره، فطبعا الناس شايله من خالد غرابه. لما جه هنا طبعا انضرب. اصلا مش هقول الكلام ده من حنك، ده اتصور خلاص، خدت حضرتك. فهو الاستاذ خالد غرابه او اللي هو خالد غرابه هو عمل معانا وحش في المديريه، ضرب وقتل شهداء في المديريه الاسبوعين اللي عدوا من لما كانوا ضرب النار. خدت بالك، واحنا كثوار ضربونا بالقنابل المسيله للدموع. فهو جاي في وسط ناس جايه تحمي ناس، هو هيجي هنا يأذينا، فاحنا عشان كده كرشناه. تحب حضرتك تختم وتقول ايه على اساس ان احنا نبدا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله شعب مصري هيطلع ينهض بمصر بحالها، هينهض بمصر بحالها، وهنبقى احسن ناس في العالم. بس ادونا داخليه زي الناس. شكرا يا باشا. شكرا. ومعنا دلوقتي المهندس هاني ميخائيل. هو هنا مسؤول في الكنيسه، فهو هيشرح لنا بنفسه البوزيشن بتاعه. اهلا بحضرتك الاول. اهلا بيكم في مكانكم في بيتكم. انا اصلا مهندس وخادم في الكنيسه ومسؤول علاقات عامه. مهمتي الاساسيه ان انا استقبل كل الضيوف. في كتير جدا جدا من الضيوف جولنا النهارده، والحقيقه كانت حاجه جميله جدا وروح بناءه واكثر من رائعه. احنا جالنا من كل الاطياف ومن كل الاحزاب ومن كل، لدرجه عايز اقول لك جالنا من حزب الحريه والعداله، كنا سعداء جدا بزيارتهم. جالنا من حزب الوفد، جالنا ايمن نور، جالنا معظم الشباب اللي هم اللي اشتركوا في الثوره، ناس كتيره جدا. واللي اجمل من كده الوقفه الحلوه اللي بره، دول كلهم شباب هدفهم الاساسي بس يدونا الدعم، وفي نفس الوقت يقولوا لنا احنا معاكم واحنا عايزين دايما نبقى نساعدكم ونقف جنبكم. وده
اللي بيأكد ان احنا نسيج واحد، مفيش فرق بين اي فرد او اخر. رفضنا ان يكون في فرق ما بين اي حد، سواء لان زي ما احنا شفنا في مصر في حد حاول ان هو يلعب ما بين اطياف الشعب المصري، حاولوا يفرقوا ما بيننا. احنا بنتكلموا دايما هنحاولوا بنتكلم عن طرف ثالث. عدى 365 يوم وربع، احنا بدأنا الشباب المصري ان احنا نقول مش هتبدأ النهضة في مصر غير لما احنا المصريين نتبنى فكرة النهضة، مصريين مسلم ومسيحي. تحب حضرتك تقول ايه لشباب النهضة اللي بدأوا بالفعل ان هم ينهضوا بمصر بس افعال مش اقوال، وحضرتك هل تقدر تساعدنا بده داخل الكنيسة ازاي؟ اولا دي فكرة اكثر من رائعة، وانا شايف ان احنا فعلا في الوقت اللي احنا فيه كفانا اعتصامات وكفانا تخبطات، لان اقتصادنا بينهار، واحنا محتاجين فعلا ان احنا نفعل هذه اللجان، ان احنا نعمل مشروع قومي، مشروع وطني، مشروع حاجة جميلة نقدر نساعد بيها في كل الاتجاهات. احنا محتاجين نعمل ثورة في التعليم. احنا عندنا مشاكل كتيرة في المناهج، مشاكل كتيرة في تقييم المدرس وعمل زي توعية للمدرس قبل الطالب، وبعد كده على كافة المراحل التعليمية محتاجين نعمل ثورة تانية في الجامعات. محتاجين الجامعات ترجع دور بحث زي زمان، مش مجرد انها تعلم طالب، الكلام ده مش صح. لازم تبقى دور بحثية نقدر نوعي الناس بهذا، ان احنا مش محتاجين الطالب يتخرج من الجامعة مجرد تلقين ومجرد حفظ، وهو بعيد بعد كامل عن الحياة العملية. وكمان أنا بتكلم من الناحية الهندسية بالذات، أنا اتخرجت وليس لي أي خبرة في الناحية العملية، وتعبت جدا على بال ما اكتسبت هذه الخبرة. إذا محتاجين النهضة دي في كل حتة، محتاجين نهضة في التعليم الزراعي عشان نقدر نطور زراعتنا. بعد ما كنا أحسن بلد زراعي في العالم أصبحنا دلوقتي بنستورد أكلنا، مين يقول كده؟ عندنا ثورة، محتاجين نعمل ثورة في التعليم الصناعي. أنا بزور مصانع بلاقي محتاجين فنيين بصورة معقولة، مش هقول لك جيدة، بلاقي دي مشكلة التعليم الصناعي، بيطلع برضك فني مستوى للأسف لا يصلح للحياة العملية. حضرتك كمسؤول هنا في الكنيسة تقدر تقدم ايه لفرق النهضة لمصر؟ احنا طبعا عندنا مجموعة من الشباب رائعة بتساعد في حاجات كتير. احنا لنا أنشطة كتيرة في الكنيسة، واحنا زي ما تقول لنا أدوار كتيرة في تفاعلات كتيرة على مستوى، يعني عملنا أكتر من وقفة بره أيام الأحداث وأيام الثورة عملنا، وكان كله شباب من كنيستنا مع شباب من الجامع اللي قصادنا، وكان لقاء أكثر من رائع. فممكن نساعد بقى إن احنا نعمل لقاءات ودية بين اللجان دي وبين الشباب بتاعنا، إنه يتفهموا دور هذه اللجان ويبتدوا يساعدوا مع هذه اللجان. فده احنا يا ريت احنا حب ما علينا، وخصوصا مثلا في فتره اجازه زي اجازه نص السنه كل شباب الجامعه يقدروا يساعدوا فيها، وبعد كده في اجازه الصيف نستغل هذه الفرص ان احنا نفعل بطريقه عمليه هذه اللجان. تحب تقولي حضرتك للمسلمين اللي جم النهارده كنيسه القديسين بعد احداث اللي حصلت السنه اللي فاتت في نفس التوقيت بتاع النهارده وجايين يباركوا؟ احنا سعداء صدقني. النهارده كان يوم رغم انه كان شاق جدا في الاستقبالات، ولكن عايز اقول لك انا سعيد جدا جدا بالروح اللي شفتها من ناس كتير، وناس اللي واقفه بره مستحمله البرد رغم ان الدنيا ساقعه جدا، ومع هذا بتقول احنا موجودين معاكم واحنا مش هنسيبكم. بالاضافه الى ناس كتير جت تزورنا وجت تشاركنا، هنقول افراح، لانه احنا ما عندناش احزان، احنا فرحانين لنا شهداء في السماء وفرحانين بيهم لان هم في مكان افضل من اللي احنا فيه، وكلنا هيجي الدور علينا ان احنا نوصل لهذا المكان. فاحنا بنشكر كل من حضر، وبنشكر جدا جدا اللي واقفين بره ومستحملين السقعه اللي موجوده عشان يقفوا جنبنا ويدعمونا ويدونا الدعم الكافي. احنا بنشكر حضرتك جدا لاستضافتك في برنامج من والى اللي هدفه نهضة مصر. انا متشكر جدا، واحنا بنتشرف بيكم، بنتشرف اي برنامج بيجي ويحضر معنا في الكنيسه. بحب اوجه رسالة اخيرة. احنا جينا النهاردة علشان احنا عايزين مصر النهضة. مصر مش هتكون نهضة غير لما احنا الشباب مسلم ومسيحي يتبنى نهضة مصر. كان اللقاء النهاردة من كنيسة القديسين الساعة 12، لو انتوا سامعين معايا الجرس دلوقتي بيشتغل متهيالي، في نفس
التوقيت ده السنه اللي فاتت حصل تفجير قدام الكنيسه والجامع اللي بره. كان في حد بيحاول ان هو يشعل نار الفتنه ما بيننا كمصريين مسلمين ومسيحيين. احنا جايين الشباب بنرفض ده، وجايين بنقول ان النهضه هتبدا تتولد من جديد في 2012. الساعه دلوقتي في 2012 الساعه 12، احنا خلاص داخلين يعني في 2012. لينا متهيألي كام ثانيه؟ احنا اكتر من ربع ساعه دلوقتي. اكتر من ربع ساعه مش ثانيه. متهيألي الرساله كده وصلت. اتمنى ان احنا بجد نبدا نشتغل، ده وقت الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفقنا مش هيكون في نهضه غير لما احنا الشباب المصري نتبنى فكره النهضه. معانا المهندسه ساره هتعرفنا بنفسها وهتقول لنا ايه رايها في فكره النهضه في مصر عموما. مساء الخير، انا ساره من شباب كنيسه القديسين، كنت صديقه للشهيده مريم فكري. عجبتني الفكره بتاعت القناه بتاعتكم فرق النهضه. فعلا النهضه مش هتقوم غير بالشباب، يعني الثوره قامت بالشباب واكيد برضو النهضه هتقوم بالشباب. الشباب بتخاف على مصر، الشباب بتحب مصر، مسلم مسيحي بقى مش تفرق يعني. طيب احنا اتفقنا ان الدم الشهداء اللي ماتوا دول مصريين، دم مصري. قلنا مش هتبقى في نهضه غير لما احنا الشباب المصري المسلم والمسيحي يتبنى الفكره دي. تحبي تقولي ايه للشباب اللي بيبدا بيقول لنا انتوا مش هتعملوا حاجه، انتوا مهما حاولتوا تتكلموا او ان انتوا تغيروا قناعات بعض الشخصيات ايا كان عامه او شباب او مجتمع عموما، تحبي تقولي ايه للشخص اللي دايما بيحب يحبط اي حد عايز يعمل نهضه للبلد دي؟ واي حد هيفكر كده، لو كلنا كنا بنفكر كده ما كانتش الثوره قامت، اكيد ما كانتش قامت، ما كانش حد ابدا يحلم ان النظام ده يسقط. النظام ده بقاله 30 سنه يعني عمل جذور في البلد قويه جدا، صعب انه يسقط. يعني كون ان الشباب يقوموا ويقع نظام زي ده، لا، في امل، والشباب دول لو حطوا في دماغهم حاجه اكيد هيعملوا. معانا مثال ساره مهندسه بتشتغل هنا متهيألي في كنيسه القديسين. احنا شباب مصري بنتبنى فكره النهضه، وزي ما قلنا ان الشهداء دول اللي ماتوا
دمهم مصري، مش عايزين ندخل باب الفتنه ما بيننا، مش عايزين نقول مسلم ومسيحي، لا احنا كلنا مصريين. مش هتبدا نهضه بلدنا غير لما احنا المصريين نتبنى فكره النهضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا موجودين دلوقتي في كنيسه القديسين في اسكندريه، هي نفس الكنيسه اللي حصل فيها السنه اللي فاتت تفجير. معانا دلوقتي القس متاء قس صبري، هنتكلم معاه عن فكره النهضه، وهل حضرتك معانا او مش معانا. احنا هنستعجل بسرعه لان احنا اخدناه من القداس بتاعه، فمعلش اعذرونا هنتكلم يعني مش كتير قوي. اهلا بحضرتك الاول. اهلا بيك يا كنا حابين نعرف راي حضرتك في فكره النهضه، ويا ترى هل حضرتك هتساعد بمجهود داخل الكنيسه ازاي ان انت تدعم الفكره نفسها في مصر؟ الفكره ممتازه، صحيح فكره ممتازه جدا جدا، ان يبقى مش بالكلام، بالعمل، ان شبابنا يشتغل، يبتدي يطور وينفذ الكلام ده على الواقع، ما يبقاش كلام وخلاص. الكنيسه عندنا هنا فيها شباب رائع، ممكن يكونوا نوال حاجه زي كلمه من حضرتك للشباب المصري، الشباب المصري لنهضه مصر. الشباب المصري اقول له اول حاجه لازم تبقى نمرة واحد في حياتك ربنا، حياتك كلها تبقى زي الفل. بعيد عن ربنا مفيش نجاح. لازم تشتغل، لازم تتعب عشان تلاقي. طول ما انت عندك فراغ هتبقى دايما في فراغ. فحاول تشتغل، حاول تتعب، حاول تدور على شغل. مش مهم ابتدي بالقليل، بس لابد انك تشتغل، تعمل حاجة لنفسك ولبلدك. 2011 عدت بحلوها وبوحشها. 2012 احنا لسه في اول ساعة في 2012. تحب تقول ايه؟ بس عايز حاجة فيها تفاؤل، عايز الشباب لما يتفرج علينا دلوقتي طاقة، عايز باور. اول حاجة فيها تفاؤل. ليه؟ لان فيها ربنا، وربنا بنسميه عندنا صانع الخيرات، ما نجيبش حاجة وحشة. فالسنة الجاية دي سنة جميلة لان فيها ربنا، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة ابدا. كلمة أخيرة لفريق النهضة اللي حضرتك هتبقى مسؤول قدامنا إن أنت تكونه داخل الكنيسة. لفريق النهضة بتاعكم انتوا؟ بتاعنا وبتاع حضرتك اللي هتكونه يساعدنا هنا في الكنيسة. يا رب إن شاء الله، بس نعمل قعدات مع بعض. تمام. ونشرح لهم وجهة النظر دي. تلاقي شباب زي الفل، عندهم استعداد يبنوا في أي حتة، وعقلية جبارة، ومخ فظيع، وأفكار جميلة. يعني دول كلهم الشباب كلهم لو اتلموا على بعض صدقني ليعملوا حاجة رائعة. نحب نشكر القس على كلمته الجميلة. عايزين نوضح لشعب مصر إن النهضة مش هتكون في مصر غير لما المصريين يتبنوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ وانا معاكم. انا معاكم. وأنا معاكم. مين معانا؟ احنا معاكم.